احكي لها مشيت وياها قسما بالله العلي العظيم كل حرف قاعد احكي لكم اياه، يعني الله شاهد علي. وبالمناسبه ماكو انسان خير، يعني انا لو ادور وياها غير شغلات كان قلت لها بصراحه، تدرون انا لساني وسخ. فقلت على مود هاي البنيه ما تطب بغير دروب، وما تروح تصادق لها واحد وانه ضاحك عليها وماخذ شرفها وماخذ جسمها ومديحها وكل شيء ما محصله، فخلي اقف وياها. قلت لها عمي انا عندي 6 خوات، هاي خير شيء. قلت لها عمي انا عندي 6 خوات وانت السابعه، انت وحده من بيتنا، عمي هذا عنوان بيتنا، شو تريدين تدقين الباب على امي اللي تريدين تشيلينه وتطلعين. والله يا اخوان يا جماعه الخير، واذا بي فصاحبي الخوي مالي، يعني هو ما طالع بالتلفزيون مش بالتليفون، فيعرفنا حيل. والله كان اتابع السناب مالها، كان القاها طالعه بمطعم. قلت له انت ويا من؟ كان تقول وحدي. يابا شكو؟ كان تقول والله انا وياي امي وجينا للمطعم. والله كان ادز لكم جماعه والقى لك اياها قاعدت لك ويا 3 شحنتيه من ذول اللي يحبهم قلبك، من ذول اللي شحنتيه، ابو الهيج وابو السويت شايله بيده ويعني الحجي قاعدت لك يمهم. المهم والله قاعدت لك يمهم. كان يخابرنا صاحبي قال لي اقول لك شغله 1 2 3، كان ادق لها تليفون، حركت التليفون عليها ماكو، طب 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 ماكو. والله كانت تجاوبني ب6 الصبح، انا حياتي خرا انا ما ادري شنو. قلت لها قلت بس لحظه، قلت لها اولا اني مو خوش ادمي، واني لو خوش ادمي ما ساعد وحده مثلك، او انت ما طولش مشيت ويا هيك نماذج، فانت جتك فرصه من العمر، الفرصه هو انا جيتك فرصه على مود اساعدك واوقف وياك، على مود ما تروح تصخمين بسوالف ما ادري شنو. انت لو قالت لي محتاج، يعني ذولا من قاعده وياهم محتاجه فلوس، ذولا راح ينطونك، ذولا راح يصخمونك. انت لو قالت لي اريد هالشيء كان ما سويت لك اياه. المهم لا تقولوا لي اقول لكم كان ميطها بحاضر. رباط السالفه انه البنات يختارن الانسان الغلط ويعوفن الصح، يعني يعوفن الانسان اللي يريدهن ويحترمهن وما عنده سوالف طربقه، ويجن على واحد مطربقش دايح سرسري ساقط كل شيء ماكو. الزبده فالبنيه هاي نفسها، البنيه نفسها هسه صايرت لها مشكله، يعني شخصين يحلونها، رب العالمين واني، لان مستحيل واحد يحلها، وانا خليتها على رب العالمين لان انا مستحيل احلها ولا اتدخل بيها لان ما تستاهل. وثقوا بالله لونها محافظه على نفسها وقاعده ببيتها وما ملتقيه بحد ومحافظه على سمعتها، قسما بالله لو ادري هاي الرقبه الا حل شغلتهم والله العظيم. فيا بنات يا خواتي يا عزيزات القلب، مو كل من يجيك ويلعبوا براسك تنطينا كل شيء، مو كل من يجيك وحكالك كلمتين حلوات تروح تصخمينها وياه. انتي اولا امك حملت بيك 7 اشهر، 7 اشهر ولا 9 اشهر؟ 9 اشهر هاش ما من حكي. امك حملت بيك 9 اشهر وربتك 12 سنه يلا بلغتي، يعني 13 سنه كامشتك وتربي بيك، والنوب براها 5 سنين يلا تكبرين تبلغين زايد، فصار عمرك 15 واهلك تعبانين عليك. فانت ذن ال 15 سنه لا تضيعيهن ويا واحد وباطه طالعه ريحته وما يسوالن عال، تمام؟ لا تضيعيهن ويا واحد يجيك وانا احبك وانت مشتاق لي من السوالف وتروحين سمعته هلك وما ادري شنو. اختاري لك زلمه صح اذا انت تريد تحبين، لان الحب مو حرام، الحب مو حرام. فانت اذا تحبين حبي لك زلمه يصونك
ويكون سندك وياخذك. لا تحبين واحد يقضي وقت بيك، تمام؟ لا تحبين لك واحد يقضي وقت بيك. ولو للاسف انا اللي قاعد اشوفه انه اغلب البنات يمشين ويا اللي يقضي الوقت. ما الواحد يحبها يحترمها تلبس لبسة النعال، كسر بجمع. بنية واحد يحبها ويحترمها ويهتم بيها تلبس مثل ما لابسه نعال. واحد يقندرها يقلط عليها يوميا يخونها، تعبده، تقوم تعبده. تعرف شنو تعبده؟ تعبده والله. هذا النسوان خونها، اغلط عليها، البسها تموت عليك، اهتم بيها تلبسك تخونك. فالمهم يا شباب، طبعا والشغله المهمه انه انتم اذا بيكم واحد متقدر والله ممكنه ويقدر يتزوج، فانصحكم نصيحه لوجه الله انه تتزوج. ترى الزواج نعمه من رب العالمين. الزواج ليش نعمه من رب العالمين؟ الزواج نعمه لان الزواج يمنعك عن المنكر، ويمنعك عن الزنا، ويمنعك عن المعاصي. زين ليش؟ يعني انت لما تكون متزوج وتاخذ لك شريكة حياتك، بس لازم تاخذ لك مرأة آدمية، ما تاخذ لك وحدة صخلة. لا، انت هنا راح ينهجم بيتك. انت لما تاخذ لك مرأة آدمية، ومرأة بنت أصول، ومرأة تحفظك، مرأة تدللك، مرأة تدلعك، هنا راح يكون الزواج حلو. اما اذا تاخذ لك وحدة عوبة، لا والله هنا راح يكون الزواج لعبان نفس. فانت اهم شغله انه تختار الشريك الصح، سواء انت مرأة او زلمه، لازم تختارون الشريك الصح.